السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني النهاردة بفيديو جديد مع مصطفى سلامة لتجارة الحمام. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم. النهاردة معايا شاب فحمي، تمام؟ هنتفرجوا كده عليه كده مع بعض. ادي الفرد الحمام يا جماعة، كده واضح. ادي الفرد الحمام. طبعا ده فرد حمام عيل صغير يا جماعة اهو. والبطن نضيفه. طبعا ده فرد حمام شاب عليه 2. الحمام ده يا جماعه اصحابه بيخرطوه علشان الطول بتاعه. ادي الفرد الحمام في الباب بتاعه. تمام. طبعا الفرد الحمام ده انا لسه جايبه ومحضر له دي زغلوله بلقه، كنت انا قبل كده قايل عليها في كذا عرض اهي. طبعا هو مستواه اعلى من ده. هو مستواه اعلى من ده اهو. بس هما كده بيكملوا بعض. طبعا يا جماعه في ناس ممكن تشيل الرشتين البيض اللي في الجناح دول. والكلام النهارده يا جماعه مش على اللبلة. النهارده مش هنتكلم عن اللبلة بصراحه. النهارده انت ممكن تتكلم عن ارتفاع سعر الكلفه. وقبل كده انا قلت الغيه محتاجه مال قارون صبر ايوب. مال قارون صبر ايوب. مال قارون علشان الخدمه والاكل والشرب والمصاريف. النهارده اقل اكل حمام كويس، هنقول كويس، الكيلو بيعمله 15 جنيه. يعني انت النهارده لو مربي شويه حمام هتصرف عليهم بجد. وعلى الاقل الحمام في الوقت الحالي ارحم من العصافير بجد. الناس اللي بتربي عصافير بتصوت. البلكم ب 30 جنيه، الفلارس ب 40 جنيه. اسعار محدش شافها قبل كده. اسعار محدش شافها قبل كده. طب السبب في كده مين؟ المربي؟ لا، ارتفاع الاعلاف هي السبب طبعا في زياده نسبه اعلاف كل شيء. وبصراحه الناس اللي بتصفي العصافير ياما جدا جدا جدا. يعني الناس اللي بتصفي ياما. شايفين طبعا في الظهر معايا اللبلق بيبتدي ينطق. فبجد ربنا يستر عليكم. ربنا يستر على كل مربي.
لان بجد التكلفه بقت وحشه. والنهارده الفرد الحمام الحلو يا جماعه هو اللي ماسك سعر. فرد الحمام الحلو هو اللي ماسك سعر. وفي جوز يمنيات برضه عندي موجودين وشغالين مضمونين بيض. بجد يعني الواحد مش عارف يقول ايه. انت النهارده عشان تجيب حمام كويس وتفرخه هيكلفك. الحمام الكويس النهارده مكلف يا جماعه. فيا ريت اتمنى من اي حد بيربي حمام او هيبيع حمام تتقي الله في اللي انت بتبيع له الحمام. ولو فرد حمام فيه عيب تقول عيبه. وبقول لكل تاجر او كل واحد هيشتري حمام ما تستغلش ظرف ان الشخص اللي قدام منك بيبيع عشان محتاج الفلوس. ما تستغلش ظرف ان الشخص اللي قدامك بيبيع عشان محتاج الفلوس. بالعكس، انت لو عملته بالاستغلال صدقني ربنا مش هيبارك لك. ممكن هو يبيع لك الحاجه وهو من جواه مش مسامح، بس ده برضه يبقى حرام عليه هو كمان. بس ما تستغلش حد. مبدئيا سؤال حلقة النهارده عشان ما اطولش عليكم. من هو الصحابي الجليل الذي استأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين؟ المنافقين اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم استأمنه على هذا السر وأطلق عليه صاحب سر الرسول. الشخص ده عند وفاة سيدنا عمر بن الخطاب حضر وقعد يحلفه هل اسمه موجود يعني بين المنافقين، فأجابوا لا، لكن ما قالش أسماء المنافقين اللي كانوا موجودين. لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب روي عنه إنه في أحد يعني لما كان بيجي يحضر جنازة كان بيلتفت يمينا ويسارا بحثا عن هذا الصحابي إذا كان موجود يعلم أن هذا الشخص المتوفي صالح وغير منافق. إذا كان غير موجود فيعلم أنه منافق. ده سؤال حلقة النهارده. أتمنى ألاقي اسمه في التعليقات. وفي حمام موجود عندي يا جماعة، بس أنا ما بعرضش حمام ياما، وأغلبية الناس اللي بتيجي عندي عارفة بكده. وأتمنى وقلتها قبل كده في فيديو الجيل الجديد يراعي الآباء والأمهات. الجيل الجديد يراعي الآباء والأمهات. التكلفة بقت عالية، فما تضغطش على والدك أو والدتك بالحمام أو العصافير أو القطط أو الكلاب أو السمك أو أي شيء أنت بتربيه، ما تضغطش عليهم. هما ممكن بيحاولوا يجيبوا لك ويرضوك ويحفزوك يبقى حافز للمذاكرة، بس صدقني بالفلوس اللي هم هيدفعوها لك في الحمام اخواتك اولى بيها. يدفعوا لك في الدروس،
يدفعوها في اي مصاريف احتياجات للمنزل، لان احتياجات المنزل دلوقتي بقت ياما يا جماعه بسبب ارتفاع وزياده الاسعار. احتياجات المنزل بقت ياما، هي نفس الاحتياجات بس الاسعار زادت. فانت بالتالي تستغنى عن كل ما هو ترفيهي، استغنى عن كل ما هو ترفيهي. وقلت الكلام دوت قبل كده. يعني ايه ترفيهي؟ يعني الحاجه اللي انت بترفه بيها عن نفسك استغنى عنها، وبدل ما تاخد الفلوس وتروح تسهر انت واصحابك على القهوه، لا سيب الفلوس في البيت، مش لازم تسهر على القهوه. اقسم لك بالله العظيم احنا عندنا كميه قهاوي، القهاوي دي يعني بالبلد يا جماعه اسمها كافيه يعني، تمام؟ عندنا كميه قهاوي، وتشوف كميه الشباب اللي قاعد عليها بسم الله ما شاء الله، تحس ان الشباب دي كلها بتشتغل وكلها بتكافح. مع العلم هو ممكن يقوم من النوم العصر يروح بيتهم الفجر يفضل نايم تاني يوم لحد العصر، وهات يا بابا وهات يا ماما والحياه جميله. فعشان كده انا بقول لاي حد راعي امك وابوك. تمام؟ دي كده حاجه. ننقل بقى على اهم حاجه. اتمنى ان الجميع اللي مش متعلم صنعه، اللي اخد الشهاده ومبروزها ومستني القوه العامله، لا، اشتغل، روح اتعلم صنعه. الصناعه هي اللي هتطلع بيك لقدام يا جماعه. في بعض الورش مش لاقيه صنايعيه، مش هنقول في لا مفيش خامات، لا، لو توفرت الخامات مفيش صنايعيه. النهارده اي واحد ممكن يقفل دكانه عشان مفيش شغل وبيجيب توك توك يشتغل عليه. والله العظيم بقول لكم بجد، يجيب التوك توك يشتغل عليه، هيقول لك بيدخل احسن. طب ما كده يا جماعه الصنعه هتنقرض، مفيش صنعه. النهارده مش بتلاقي حد بيروح يعلم حد صنعه. ليه؟ كله النهارده بيلجأ يقول لك اركب توك توك. طب هل التوك توك دوت هيبقى مستقبل وصنعه؟ فكر في اللي صدر لك التوك توك، هو ازاي صنعه. حاول تبتكر، حاول تصنع، حاول تتعلم صنعه. انت عارف انت لو اتعلمت صنعه واجرت دكان ايجار جديد وقعدت قدامه، صدقني ربنا هيكرمك. الصنعه هي اللي بتخليك كويس، هي اللي بتخليك عايش وليك كرامه وسط الناس، وليك كرامه. صدقني الصنعه بتخلي لك كرامه وسط الناس. الميكانيكي بيقول له يا باشمهندس، مع العلم الميكانيكي لو دخل كليه الهندسه ينجح باكتساح، علشان فاهم في ماده الميكانيكا كويس جدا، بس فاهم فيها بالبلدي. اتعلم صنعه. مش عيب ان الواحد يشتغل اي شغلانه، العيب اللي انت تقول هات. مش عيب ان الواحد يشتغل اي شغلانه، العيب اللي انت تقول هات. واسف في الاطاله عليكم على الفيديو، بس بجد انا يعني الواحد زهق وتعب من المناظر اللي بيشوفها. تحية خاصة لكل من يشاهد قناة مصطفى سلامة، سواء من مصر أو من خارج مصر أو من أي دولة عربية. مع العلم الدول العربية كلها المفروض تبقى دولة واحدة يا جماعة. يلا أشوفكم على خير بكرة بإذن الله في فيديو جديد. وبكرة في مجموعة أسوس يا جماعة أعرضها لكم بكرة بإذن الله مع معرفة السعر والبيع داخل محافظة اسكندرية بس يا جماعة. فكرة لو ليك أي حد في اسكندرية يقدر ياخد الحمام يوصله لك، بالنسبة لي مفيش أي مشكلة، لكن أنا ما بشحنش حمام.
تصبحوا على خير وليله سعيده عليكم يا رب.